السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا قبل ما غادي ندخلوا الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم، اللي بغيت نطلب منكم الاخوان والاخوات، القناه الان كتمر من واحد الفتره عصيبه جدا، طاري لي شي بعض المشاكل في القناه. فاللي بغيت نقول لكم الاخوان، وغادي تلاحظوا بان حتى المشاهدات نقصات بزاف في القناه لعده اسباب، فهذاك موضوع اخر من بعد ونهضر عليه. دابا اللي بغيت نطلب منكم الاخوان، اي واحد شاف هذا الفيديو هذا او اي واحد كيعجبو هذا الانسان هذا او لا كيعجبو المحتوى اللي كيقدم، ما تنساوش الاخوان لي لايك ولي بارطاج ولو ماكسيموم ديال التعاليق. هادشي راه ما كنربحو منه والو، غير باش القناه تطلع في الاكسبلور وصافي، وباش يشوفونا عدد بزاف ديال الناس وكلشي يستافد. بسم الله على بركه الله. نبداو الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. غادي نهضروا على المنتخب الوطني المغربي. كما قلت لكم شحال هذه بان غادي تكون واحد المواكبه المنتخب الوطني المغربي قبل كاس افريقيا، كما شحال هذه درت في الكوب دو موند. عندي لكم شي خبيرات غادي نقولها لكم اليوم، وغادي نهضروا على التشكيله وغادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج. اول حاجه كما كتعرفوا ان وليد الركراكي قدم اللائحه، ماشي اللائحه النهائيه، اللائحه المتوسعه كما غادي نقولوا، فيها 50 لاعب، فيها بعض الاسماء اللي بكل صراحه تصدمنا ملي شفناهم، كحمزه منديل، ادم ماسينا، بدر بانو، مراد باتنا، سفيان رحيمي. يعني واحد اللاعبين كنا كنتمناوهم، سيرتو سفيان رحيمي كنا كنتمناوهم يكونوا في المنتخب الوطني. دابا في اللائحه الاوليه فراه مزيان، يعني وليد الركراكي راه كيقول لك بانني انا راه كنشوف اللاعبين، وبين قوسين الله يحسن عوان وليد الركراكي. حنا كمتتبعين لكرة القدم ومتفرجين ويقولوا لك عزل 24 لاعب او 27 لاعب ما غاديش تعرف تعزل، فما بالك بمدرب؟ فنتمنى من الله يختار اختيارات تكون صائبة وتكون مفيدة للمنتخب الوطني المغربي. نقول لكم واحد الخبر قبل ما غادي ندويو على التشكيله ونسبقوا الخبيرات هما الاولين. كان واحد الخبر كيروج بان المنتخب الوطني المغربي اولى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كنا غادي نديروا واحد تربص اعدادي في دوله غينيا الاستوائيه، باش على حساب المناخ، على حساب بزاف ديال الحوايج. حتى غادي تفاجئوا الجامعه بان منتخبات اخرى حتى هي باغا غينيا الاستوائيه. فتفاديا المشاكل كما كتعرفوا في هذه الفتره هذه كتكون ديال الكونسونطراسيون، ف تانيولا هذا البلان حتى غادي يشوفوا دابا شي دوله اخرى. واحد الخبر اخر انه غادي تكون واحد المقابله حبيه ضد المنتخب الغامبي، وغادي تكون بدون صحافه بدون كاميرات، كان سبق المنتخب الوطني المغربي دارها اعداد لكاس العالم، فرا كانوا لعبوا مع واحد المنتخب افريقي وما كانش الكاميرات. مشى لي هو جزر، لا ماشي جزر القمر، مدغشقر، فرا لعبوا مع مدغشقر بدون صحافه، حتى واحد ما عرف حتى النتيجه. فرا غادي تكون واحد المقابله حبيه مع المنتخب الغامبي. فهادو هما بالنسبه للخبيرات. كاين حتى واحد الخبر اخر اعلنت عليه الفيفا، انه اللائحه النهائيه غادي تكون فيها 27 لاعب، ولكن راه هادي راه بكل صراحه راه ضربه موجعه الوليد، ماشي الوليد الركراكي اللي حنا كاملين المغاربه، لاننا عندنا وفره في اللاعبين تبارك الله الحمد لله. فغادي تكون الكونفوكاسيون 23 لاعب فقط في المقابله، يعني 4 لاعبين غيطلعوا التريبين، يعني غادي يعزل 27 لاعب غادي يقدمها للفيفا، ولكن في الماتش في لو كونفوكاسيون غادي كونفوكي 23 لاعب. عاوتاني غادي نقولها الله يحسن عاون وليد الركراكي، الله يكون معاه. 27 لاعب باش تعزلها راه ما ساهلاش، وباش تحيد 4 اللاعبين في الكونفوكاسيون ديال المقابله راه بحد ذاتها راه صعيبه. ونتمنى من الله يكونوا قرارات وليد الركراكي في المحل ديالو وفي محل المنتخب الوطني المغربي. غادي ندويو على التشكيله دابا. التشكيله ديال المنتخب الوطني راه معروفه، اللاعبين الاساسيين ما غاديش نهضر عليهم،
ولكن غادي نهضر على واحد القضيه واللي ما كيهضروش عليها حتى الصحفيين الكبار، ما كيهضروش عليها. غادي يهضر عليها هذا العبد المذنب، انه راه ما كاينش تعويض اللاعبين. عندنا لاعبين كبار من طينة، اشرف حكيمي، غانم سيس، تابونو، من الحراسه وانت غادي. عندنا لاعبين كبار ولكن راه ما كاينش التعويض ديالو. غنبداو بواحد الخبر اللي ديال نصير المزراوي. خرجات الاداره ديال بايرن ميونخ قالت لك راه توعد، ما غاديش يلعب واحد 6 اسابيع، يعني راه داخل فيها كاس افريقيا، وغالبا غادي يكون المعوض ديالو هو يحيى عطية الله. راه واخا كاين حمزه منديل، ادم ماسينا، فالاقرب لتعويض نصير المزراوي هو يحيى عطية الله. كما قلت لكم ما كاينش تعويض اللاعبين. بونو الا توعد لك بونو ما كاينش لا يعوضو، غانم سيس ما كاينش لا يعوضو، نايف اكرد، اشرف حكيمي ما كاينش اللي غادي يعوض لك هاد اللاعبين هادو. وحتى في وسط الميدان غادي نهضر على وسط الميدان والدفاع، هادو هما لي بوست اللي كيخلعوني. اما الهجوم فراه عندنا تبارك الله وفره في اللاعبين، وكما كنقولوا اللي دخل غادي يقضي الغرض. اللي بغيت نقول لكم هو راه ما كاينش التعويض ديال نور الدين امرابط والدفاع. فهاد القضيه هادي خاصو يخدم عليها المنتخب الوطني المغربي مستقبلا. وتفكرت واحد القضيه هي ديال نصير المزراوي. نصير المزراوي لاعب اللي كيتوعد بزاف. حتى في الكوب دي موند في المقابله الاولى ديالو المغرب ضد كرواتيا، واحد الكره ضربها براسو طاح توعد. وهذا الشيء هذا راه ما سكتاش عليه الصحافه الالمانيه. راه كما كتعرفوا الصحافه الالمانيه راه عندهم غير نيشان. فراه مؤخرا عرفتي شنو ولاو كيلقبوا نصير المزراوي؟ ولاو كيلقبوه باللاعب الزجاجي، يعني لاعب كيتوعد عنده اصابه بزاف، وهذا الشيء راه ماشي في الصالح ديالو. وهو في بايرن ميونخ يعني عندهم واحد المدربين ديال اللياقه البدنيه. شحال من لاعبين تحولوا كانوا في بايرن ميونخ، على سبيل المثال ليفاندوفسكي فراه كان رقيق، مشى البايرن راه شو كيولى تبارك الله ولي ميسكل. فراه لاعب سيرتو نصير المزراوي اللي كيلعب في الدفاع وكيطلع صافي خصو تكون عنده واحد البنيه جسمانيه قويه، فخصو يخدم على البنيه الجسمانيه الا بغى يمشي بعيد في كره القدم. فبلا ما نطول عليكم الاخوان، كان هذا هو الفيديو، ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم اللايك ولي كومونتير الاخوان. الله يجازيكم بخير. ولا كان شي اخبار جديده او شي حاجه كتعلق بالمنتخب الوطني المغربي راه غادي نشاركها معكم كما العاده. اخر حاجه اللي نقول لكم هي السلام عليكم.